السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل شوية كبدة كده بتاعة المحلات او بتاعة العربيات، حاجة كده. يعني بصوا مش قادرة اقولكم على الجمال بتاعها عاملة ازاي، ولا ريحتها اللي كانت مفحفحة في البيت. ونشوف الطريقة بتاعتنا ايه هي. هنا انا معايا كبدة عصافيري، تمام كده. هتجيبيها بقى بلدي او مستوردة مش هتفرق معانا، احنا هنعالج الزفارة بتاعتها لو احنا جايبينها مستوردة، علشان ما تدينيش ريحة. في كتير جدا مننا بيخاف منها من ريحة الزفارة بتاعتها. الطريقة دي مش هتخليها زفرة ولا اي حاجة. طيب انا جبت الكبدة بتاعتي، ما تغسلهاش ولا اي حاجة. هتحطي عليها ربع كوباية لبن او نص كوباية لبن، لو انت جايبة كمية كبيرة هتنزلي عليها كمان بربع معلقة من القرفة، وتسيبيهم حوالي كده ربع ساعة او تلت ساعة ياخدوا ويدوا مع بعض كده. وبعدين هنصفيها، نحطها في مصفى، هتنزل الدم اللي فيها بالزفارة بتاعته اللي انت شايفاه قدامك ده كده. وكده الكبده بتاعتي جاهزه، ريحتها زي الفل. معايا بقى صينيه على النار حاطه فيها شويه زيت حلوين. لازم الزيت بتاعك يكون سخن، اوعي تنزلي الكبده والزيت بارد. لو نزلتي الكبده والزيت بارد النتيجه بتاعتها مش تبقى كويسه، لان الكبده تطلع الدم بتاعها وترجع تاني تشربه، وهتبقى مش لطيفه ولا هتبقى حلوه. خلاص كده. الزيت يسخن كويس جدا معاكي زي ما انت ما شايفه كده على النار، تنزلي بالكبده بتاعتك. ما تقلبهاش لغايه لما تبتدي تاخد لون بتاعها، تقلبيها من تحت لفوق كده. طول ما هي كانت لسه لونها احمر ما تجيش جنبها. هنا شايفه اللون بتاعها غير، اخدت التشويحه بتاعتها. هبتدي اقلب فيها زي ما انت ما شايفه كده، شايفاها بصي ما فيش دم منها نزل، ما فيش ميه نزلت. هي بتتشوح في قلب الزيت بتاعها، تمام كده تمام كده. طيب ايه بعد كده؟ معايا بقى معلقه توم كبيره مفرومه. ممكن تحطي معلقتين توم لو انت برضو جايبه كميه كبيره. الكميه اللي انا عاملاها دي نص كيلو. معلقه توم كبيره كده مليانه مفرومه. خلاص هنزل عليهم بقى بشويه خل. وفي المرحله دي مش قادره اقول لك الريحه والدخانه اللي طالعه دي بقى، بصوا مفحفحه جميله 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 فعلا. تمام كده. مقطعه بقى فلفل اخضر او فلفل الوان، فلفل حامي او بارد، يعني الفلفل اللي انت عايزاه بالكميه برضو اللي انت عايزاها. عايزه تزودي الكميه اكتر من كده تمام براحتك، انت ليكي الحريه اللي انت تزودي براحتك يعني. طيب التوابل بتاعتي بقى اللي انا هستخدمها، هنزل عليها بشويه ملح، وكمان هنزل عليها بمعلقه صغيره كمون، كمان معلقه كزبره، وكمان هنزل عليها بربع معلقه من القرفه. وهديهم تقليبه كده كويسه. زي ما احنا عارفين كلنا الكبده ما بتقعدش على النار كتير عشان ما تشدش معاكي. تديها تقليبتين كده حلوين، الريحه بتاعتها مفحفحه وقلب البيت. هنزل عليها خلاص قبل ما اطفي بقى عليها خالص، هنزل عليها بربع معلقه من الفلفل الاسود واطفي عليها. وتبقى كده الكبده بتاعتي تمام التمام وجاهزه. واحلى من 100,000 عربيه ولا 100,000 محل. تاكليها بالطريقه اللي انت عايزه تاكليها. شايفه الكبده هنا ازاي مفيش ميه فيها، مفيش اي سوائل نازله منها. زي ما قلت لك هنا تطفي بقى نص يعني ربع معلقه فلفل وتطفي عليها. تاكليها بقى مع بالشكل بقى اللي انت عايزه تاكليه. احنا بناكلها كده بقى بعيش مع سلطه طحينه مع جرجير. لو الفيديو عجبكم متنسوش في لايك واشتراك في القناه، ويا رب تكملوا مشاهده الفيديو لغايه الاخر. والسلام عليكم.